السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أو مساكم الله بالخير حسب ما يوصل لك الفيديو. أنا في شاطئ طالع من عند المينا وحلقة السمك وشاطئ الهنا، شاطئ الهنا وشاطئ العام، وهناخد جولة كده للكورنيش للعوام. ولكن في مشكلة بالنسبة لنا بتحوطنا حالا دلوقتي، إن هي الرؤية مش أحلى حاجة لأن الشمس خابطة في وشنا. فإيه رأيكم نكمل الجولة زي ما إحنا ولا ننزل نروح لكم على البحر؟ أنا هاخد رأيكم، استفتي قلبك. استنى كده واقف دقيقة اظبط الكاميرا. ده في ناس كتير في البحر، في اللي بيصطاد وفي اللي عامل خيمة وفي اللي قاعد يتجول، لأن الشاطئ دي من أحلى الشواطئ الداخلية اللي جوه البلد في الوقت اللي احنا فيه ده. طيب إيه رأيك يا عم هاني تاخد نفسك وتروح؟ إيه رأيكم؟ مش عارف نطلع العوام ولا ننزل العام؟ نطلع العوام ولا ننزل العام؟ طيب بحكم ان في ناس كتير، خلونا احنا في خصوصياتنا وفي تصويرنا، خلونا نطلع الكورنيش للعام. ايه رايكم؟ يلا بينا نظبط الكاميرا بس شويه، نعمل كده عشان تبين الرؤيه في اثناء الشمس، وناخد الكورنيش بالكامل للعوام. يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. ما شاء الله. مش عارف بقى انتوا الرؤيه بالنسبه لكم ايه، شايفين ولا مش شايفينش؟ هو الميزه ان في نخل مغطي الشمس، فلما النخل يغطي الشمس الكورنيش بيبان معانا كويس، لكن لما الشمس تيجي علينا من غير نخل انا مش شايف. معرفش بقى في الوقت اللي انا مش شايف ده انتوا شايفين ولا سامعين ولا مش شايفين، مش عارف. خلونا نكمل الجوله بتاعتنا على الكورنيش للعوام. ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك يا رب. الناس على الكورنيش في كل حته على فكره. انا مش عارف الشمس خبطت في عيني بجد مؤذيه. عدة القهوه بتقول لي هيت لك. طب ايه ننزل؟ ننزل نولع قهوه ونشرب شاي ولا ايه؟ اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. اعتقد ان اي واحد فيكم اتمشى على الكورنيش هنا اخذوا الحنين. السلام عليكم حبيبي الغالي. اخذوا الحنين عندما يرى هذه المناظر في الوقت ده، وهو كان هنا مثلا وكانت البلد زحمه، ويشوف البلد دلوقتي عامله ازاي. يعني يقول كما قال الشاعر: يا شط الهنا يا ريتني كنت انا. يعني ايه؟ اتمنى اكون مكانك، او اتمنى اكون موجود الان، او انا جاي لك يا ابو حنين، زي ما بيعمل بعض الاعضاء في القناه. ابو سليم كلمني يا ابو حنين انا جاي لك، هوب بس كده خلاص. يا ابو حنين الجو عامل ايه؟ اقول له كويس. الفيديو ده كان امبارح ولا كان مسجل؟ اقول له النهارده. بجد النهارده؟ النهارده. يقول لك بس انا جاي لك. شوفوا يا جماعه، دول شغالين صيف شتاء، الملاهي دي والحاجات ديت شغاله صيف شتاء. المنطقه ديت منطقه وسط البلد عند فتح الله وبلد شارع اسكندريه، ديت من اكتر المناطق اللي شغاله معانا صيف شتاء. يعني الناس اهيت كلها قاعده ما شاء الله. فتح الله طبعا يعني المكان حي في وسط البلد، واحنا طول الصيف وطول الشتاء شغالين. الله ينور ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. طبعا يعني انتوا حفظتوني بقى، مش هينفع اجي هنا وما اقولش مكان الاستاذ تهاني يعني ايه في كل فيديو، لانها يعني سنين السنين وما بتقعدش في مطروح الا هنا في المكان دوت، وما بتسكنش حتى لو سكنت في مكان تاني سهرتها وقعدتها كلها بالليل هنا عند فتح الله او قدام فيلا المحافظ، في المكان اللي محدش يعرفه اغلبكم. الصخر اللي هنا هي ما شاء الله عليها لا قوة الا بالله، الله اكبر. داخلين على العوام، ويعني ايه العشق كما يقول
كل الشاعر. انتم بتحبوا المكان ده جدا، وانا يعني انا والله يعلم الله اني مش بكره مكان في البلد، لكن منطقه العوام منطقه بالنسبه لي صعبه المراسي. يعني انا منين ما بنزل اقف فيها واخد مخالفه، حتى لما باجي بالموتوسيكل يا جدع انت. يعني انا بقول هاجي اروح بالموتوسيكل عشان خاطر اقدر ان انا ما الاقي ركنه والاقي مكان اقف فيه، او في حد بيطبل وبيزرغت في العربيه اللي عدت دي. يعني مش عارف، كنت لو احنا في الصيف كنا قلنا صيفين. طب انتم مين؟ انت مين يا عم الحاج؟ الكابتن بيجري. صباح الفل. كورنيش مطروح بقى والعوام والجمال الجامد ده، الجمال الجامد اللي انتوا بتحبوه. الله يرزقك يا ولد. هو انت وقفت؟ انا عارفك انت وقفت عشان تقول لي خد حلاوه، لكن يا ريت معايا عيال صغيره دلوقتي وبعدين انا بصور. حبيبي يا الغالي الله يرزقك ويوسع عليك. ما شاء الله. سعادات الدكتور محمد فوزي. هنا في لسان جميل جدا بحبه جدا وهدوء ولذيذ، دمه خفيف على قلبي، غير جوه العوام بقى، غير لما تخش جوه العوام. طبعا مسجد العوام اهوت ما شاء الله. حمص الشام ولا حمص الشام ولا عنب اليمن، لا طالبه حمص الشام ولا طالع عنب اليمن. الله اكبر على الجمال. بسم الله ما شاء الله. كل ما اعدي هنا افتكر الشعر بتاع امر على الديار، ما اعرفش ليه. يعني هو كل ما اجي هنا الاقي امر على الديار ديار عبله جايه على بالي على طول. فاقبل ذا الجدار وذا الجدار. ما شاء الله يا قدر بالله. اللهم بارك يا رب. في لسان كمان هنا بيتعمل جديد. اللسان ده بقى حاليا لامم الوغش كله، الوغش كله، الصيادين وغير الصيادين والقاعدين والطلبه المزوغين، كل شيء. ليدو بيعمل عظمه السنه دي، بيجدد تجديد شامل وكامل. نكته كله من الالف للياء. الله. هنا شوفوا هنا الظل عامل غيامه والجو برد هنا عن ما كنا قدام شويه. هنا بقى شويه كافيهات شغاله صيف شتاء. شوف العربيات دي كلها واقفه للكافيهات ديت والمحلات اللي هنا. فندق الفرسان وفندق جويلي بتاع الاستاذه دينا محمد ما شاء الله. اعتقد ان قد حان وقت الذهاب، وكما قال الشاعر رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب. ما تيجي ندخلكم هنا مختلفه شويه، نلف من عند كهف سليمان. شوف هنا ناس كتير شغاله. اصبحت المنطقه ديت شغاله في الصيف اكتر من بقيه الكورنيش كمان. يعني مع ان هنا مفيش بحر، بس سبحان الله المحلات اللي فتحت ديت احيت المكان. يعني فعلا الجنه من غير ناس، لكن ده كافيه حلو والناس بتحبه. وفي هنا اماكن كتيره وكهف سليمان وحاجات كده. يلا بينا نلف ونرجع تاني. يلا بينا نلف ونرجع تاني. للاسف ما جابتناش. الله المستعان. يلا بينا نلف ونرجع. وادي التكيه اهيت، مطعم التكيه. التكيه كافيه. ده كافيه ده ولا مطعم؟ مطعم ما شاء الله. شايفين المنطقه كلها شباب وكلها ناس اهيت، وفي شويه محلات براندات جامده. لا بجد تحفه فنيه. كانت جوله جميله واستمتعت معاكم. ما تنسوش تعملوا لي لايكات وشير للفيديوهات. نشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم ابو حنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.